بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: من أين يأتي الشعراء بمعانيهم الجميلة؟ بصراحة أنا أعتقد أن شوقي، وما أدراك ما شوقي، كان محقا عندما قال: أنتم الناس أيها الشعراء، أي أن غيركم ليسوا بناس، أو أنكم الصفوة المصطفى. The poet is born not made. يولد الشاعر ولا يصنع. كيف يأتي الشعراء بمعانيهم الرائعة؟ إذن هي الموهبة والقلق الفني والمخاض الشعري، والشاعر هو الإنسان المبتلى، وهناك الماسوشية، التلذذ بتعذيب الآخرين. فالجمهور يعشق شعر الشاعر الرائع ولا يدري أنه يتعذب كي يأتي بقصيدة، وربما استيقظ في وسط الليل كي يكمل شطرا أو يكتب بيتا. وقلق الفنان عمر أبو ريشة الشاعر الحلبي الرائع قال زوجتي: من حظك العاسر أنك تزوجت شاعرا متقلب المزاج، يذهب يمينا ويسارا بحثا عن كلمة وبحثا عن معنى شارد في رأسه. السؤال: كيف يأتي الشعراء بالمعاني الجميلة؟ هذا شيء رائع، بالقراءة وبالخيال والتخيل. الخيال هذا أروع ما في هذا الكون، ودليل على طلاقة القدرة الإلهية. وعلى قدر الخيال يأتي الشعراء بالمعاني الرائعة الجميلة. تجد صورة مر بها الآلاف، وإذا بشاعر يستنطقها فتأتي لك حية تتراقص أمام نظريك. لا أقول حية تسعى. الشعر بصراحة اللغة العربية لغة ساحرة رائعة جميلة على المستوى الشخصي. إذا أتعبتني عميتي المصرية وهي سرية، هرعت إلى لغة الضاد فأسعفتني إسعافا لا إسعاف بعد. ذات يوم الزميلة الفاضلة ليلى العبيدي ابنة تونس الخضراء، وما أدراك ما تونس، يكفيها أبو القاسم الشابي هذا الشاعر الرائع الذي رحل وما رحل في عمر الزهور، وجدتها ترتدي ملابس سوداء، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت لي أنها اليوم تقوم بشرح قصيدة رساء. فتعجبت، قلت: ما هذا؟ ترتدين ملابس سوداء عندما تشرحين قصيدة رساء؟ قلت لها: إذن عندما تشرحين البحتري: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، وقد نبه النيروز في غسق الدجى أوائل ورد كنا بالأمس نوم، ستذهبين إلى الطلبة ومعك مروحة. فضحكنا سويا. طبعا الشعر هذا له عشاقه والذين ينجذبون إليه بشكل غير عادي ولا فكاك منه. فالشاعر إذا أراد أن يعتزل الشعر غرق فيه أكثر، أو كما يقول زرق بني: إني أتنفس تحت الماء إني سمكة، كما يقول المصريون طبعا، ولم يقل هذا، ولكن في قصيدته الرائعة رسالة من تحت الماء التي شد بها عبد الحليم حافظ ولحنها الموج، فيقول: إني أتنفس تحت الماء إني أغرق، ويكرر المقطع الملحن الرائع لتعميق المعنى: إني أغرق إني أغرق. فقال المصريون بما عرف عنه من ظرف: إني أتنفس تحت الماء إني سمكة. وأنا واثق أن زرق باني ضحك كثيرا عندما وصلت لي هذه الفكرة. السؤال: كيف يأتي الشعراء بمعانيهم الرائعة الجميلة؟ وكيف بعد إلقاء القصيدة أو البيت فإذا بالجمهور يكاد يجن من روعة ما يستمع إليه، بالقراءة، بالبحث، بالقلق الإبداعي، بمحاولة تصيد المعاني، وكل شاعر غير الآخر. ما هذا؟ إنه الإبداع الرائع الجميل. فصدق شوقي عندما قال: أنتم الناس أيها الشعراء. وبصراحة
الشعراء يبدعون في مجالات كثيرة، والشاعر الذي فقد البصر ولم يفقد البصيرة الشعرية. الأعمى التطيلي: ضاحك عن جمان، سافر عن بدري، ضاق به الزمان وحواه صدري. كيف أتى بهذا الكلام وهو قد فقد البصر؟ إذن الخيال أبصره شعرا. وذات مرة قرأت كتابا رائعا، الصورة الشعرية عند الشعراء المكفوفين. هذا موضوع رائع للغاية. وفعلا بشار بن برد هذا ولد كفيفا، فإذا به يأتي بمعاني رائعة، وله قصيدة في وصف بستان تتعجب وتقول هل فعلا هؤلاء خدعونا بأنهم فقدوا البصر؟ ويمتد الأمر إلى ليس الشعر فقط بل النثر. بصراحة أنا عندما أقرأ ما يكتبه أو كله وما يلقيه طه حسين، أشعر أنه امتلك لغة مبصرة ومضيئة. كيف هذا وطه حسين فيكتب نثرا شاعرا، وتشعر أنه ينتقي الكلمة انتقاء فريدا، ويضع كل كلمة في موضعها تماما، فكأننا أمام قصيدة نثر وليس مجرد نثر عادي. ومثال بسيط: لغتنا العربية يسر لا عسر، ونحن نملكها مثلما كان القدماء يملكونها، ولنا أن نضيف إليها ألفاظا لم تكن مستعملة من قبل. أنت تشعر أن عازفا يعزف على البيانو، وبيانو كلمة إيطالية بمعنى النعم. كيف له هذه موهبة انتقاء الألفاظ ووضعها في سياق واحد لتؤدي هذا المعنى الذي يريده. ولاحظ أنه فقد البصر فلا يراجع ما يكتب أو يرشد أو يقوم بالتشطيب كما نقول، فلهذا هو يقوم بهذه العملية الإبداعية بانتقال. وطبعا واضح أن وراءه ثروة لغوية كبيرة، فينتقي ويكتب. فبالفعل لا يزال السؤال الرائع، وقد تصادقت مع عدد من الشعراء الصفة العامة فيهم النرجسية، فالشاعر يشعر أنه هو الشاعر الوحيد، وهذا حقه، لأننا إذا وجدنا شاعرا بلا نرجسية إذن فهو شاعر بلا شعر. وكل يتصور أنه المتنبي الجديد، هكذا الشعراء. طبعا إذا جاد الشاعر عدة لغات كان رائعا للغاية، وإذا امتلك حسا مرهفا زاده هذا يعني مميزات رائعة. وطبعا صحبة الشعراء ليست سهلة، لأنك تصاحب من هو مبتلى. فطبعا الناقد ينقد الشاعر، والشاعر قد يتقبل النقد ولا يتقبله، فتشعر فعلا أنك تصادق الابتلاء يسير على ساقين. وقد يسافر الشاعر إلى مكان كي يبحث عن معنى جديد أو قصيدة جديدة. هذا شيء رائع للغاية. وبالفعل صدق شوقي وما أدراك ما شوقي عندما قال أنتم الناس أيها الشعراء في قصيدته الشهيرة خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن السناء. لأن فعلا يولد الشاعر ولا يصنع، وهنا الفرق. وحتى بعد رحيل الشعراء لا يرحلون. لماذا؟ لأنهم تركوا أرواحهم في قصائدهم تنبض بالحياة، بل بمنتهى الحياة. ألا ترى معي أن السؤال جدير بأن يسأل كيف يأتي الشعراء بمعانيهم الرائعة؟ شكرا جزيلا.